كفاية يا عم أسوريو. دي الرسالة الواضحة والشفافة من لعيبة الزمالك اللي بتوجهها للمدير الفني، اللي هو اللعيبة خلاص احنا جبنا اخرنا منك يا عم أسوريو، وايا كان طريقة اللعب اللي انت هتلعب بيها احنا هنفشلها لك، هنسقطها لك. قناعاتي، مدرب من احسن ما يكون، جه في ظروف غلط مع لعيبة غلط مع مجلس إدارة غلط. هل الوقت الحالي نقدر نصبر على أسوريو؟ الحقيقة لا، ما نقدرش نصبر على أسوريو. والحقيقة اللي برضو اللي احنا مش هنقدر نغفلها ان هو محدش قدم له اي مساعدات، محدش قدم له اي دعم، مفيش لعيبه هو اختارها، مفيش لعيبه حتى هو قادر ان هو يحكم عليها. اللعيبه كلها الموجوده يعني نقدر نقول لعيبه مستوى تاني او صف تالت كمان، باستثناء اربع خمس لعيبه في الفريق، الباقي كله في الضياع. طيب احنا دلوقتي هل المرحله اللي احنا فيها دي هتستحمل وجود اوسوريو؟ الحقيقه لا، بكل شفافيه وكل وضوح لا. لابد من تغيير اداره فنيه. المدرب ده مدرب جاي يشتغل كوره بس، وفي الزمالك مع اللعيبه الحاليه ومجلس الاداره الحالي مش هينفع. محتاج انت مدرب يشتغل مع اللعيبه ويشتغل مع الاداره ويعمل 50,000 دور. مدرب بطوله بحاله مش هيقدر يعمل اي حاجه. تمام. فانا شايف ان اسوريو يعني كتر خيرك يا اسوريو على الفتره اللي انت قعدتها معانا، وانت استحملت ظروف كتير مدربين ما يستحملوهاش. ما كنتش باخد فلوسك، ما كنتش. بس احنا للاسف احنا اللي مش عارفين نستفيد منك يا عم اسوريو، ومش عارفين يعني نفيد نادي الزمالك من خلالك، واحنا بنعتذر لك جدا.